ورجعنا لكم في الليله في الفقره الثانيه. معانا جيل من الشباب المميز جدا، دايما بيعملوا افلام قصيره، ونتمنى بقى نشوفهم في فعلا بجد في اعمال دراميه السنه دي في رمضان، ونشوفهم في اعمال كتيره جدا، ونشوف هي وهو بقى جيل الشباب والافلام القصيره ورؤيتهم عن السينما ورؤيتهم عن المسرح ورؤيتهم عن الدراما اللي بتتقدم، وتفكيرهم ايه في ده، وتفكيرهم ان الافلام القصيره ابتدت دلوقتي تلاقي نجاح كبير جدا وبتروح مهرجانات، ونشوفهم شاركوا في ايه في المهرجانات. هنعرف النهارده في حياتنا يا عمر. صح كده، بس عايز اقول على حاجه يا مريم، بجد والله حاجه مهمه جدا، ان الفقره دي تعتبر فقره مميزه جدا في الليله، تقريبا هي اميز فقره في كل حلقات الليله، لان الفقره دي بتجمع بين 3 عمر، يعني دي حاجه غريبه جدا. نرحب الاول بجرمين. ازيك يا جرمين، عامله ايه؟ جرمين، وبعد كده خلاص الباقي تعرف بعد كده بقى في عمر وعمر معاكم، يعني ده ما حصلتش في التاريخ. في فرق بقى، هو عمر ابراهيم انا عمر منجع. عمر منجع، انت عايز لك حلقه لوحدك. عمر منجع حلقه لوحدك. حبك للمانجا ولا؟ ده من زمان بقى، انتوا اصحابي بقى. اهلا بيكم النهارده، منورنا في الليله، وعايزين نتكلم بقى ايه التجربه بتاعتكم الجميله دي، وايه موضوع ان انتوا ازاي بداتوا مع بعض، عملتوا فرقه. الحياه الاول كانت مسرح اول حاجه. اول حاجه كانت مسرح. اول حاجه مسرح. حابب ان هو يبتدي بس في البدايه. جميل شكلها عايزه. اتفضلي يا جميل. احنا كنا في فرقه اسمها وشوش، احنا الثلاثه ما كناش نعرف بعض خالص، اتقابلنا في الفرقه، عملنا اول مسرحيه اسمها البحث عن جحا، وبعد كده بقينا احنا الثلاثه كل ما عمر دايما هو اللي بيخرج، هو القائد بتاعكم. هو القائد. عمر منجا ولا عمر اللي في النص؟ هما الاثنين تقريبا. يكلموني يلا يا جميل هنعمل فيلم، تقريبا بيقرروا امبارح بنعمل بكره، وفي برضو حاجات بنرتب لها من فتره كبيره قوي وهتنزل الفتره الجايه. طب جميل. انا فعلا لما ابتديت احضر الحلقه عجبتني قوي فكره الافلام اللي انتوا بتقدموها، وحلوه قوي الافلام القصيره انها بتوصل مسج سريع قوي بسبب انها مدتها قليله. كلمونا عن الافلام اللي انتوا اشتغلتوا فيها، وانا حاسه ان كل فيلم ليه موضوع، يعني حاسه ان كل فيلم بيحكي عن شخصيه كل حد فينا بيبقى في المجتمع. هي الفكره كلها في ايه؟ ان دلوقتي الافلام اللي بتنزل دلوقتي كلها هلس، يعني مفيش حاجه هادفه. احنا قررنا ان احنا نعمل الهادف، مواضيع مختلفه كده، يعني مثلا زي لسه منزلين فيلم اول امبارح اسمه المش شمال، ده بيتكلم عن البنات اللي هم ايه، اللي اي حد اللي مش شمال. المش شمال. يعني مثلا شاب ماشي في الشارع لقى بنت بتتصور مثلا، يقول لاصحابه الحق دي شمال. طب ايه شمال؟ حكمت ليه عليها كده؟ انطباعات سريعه. اللي هي مثلا بمعنى صح ما تاخدش بالظاهر. ما تاخدش بالظاهر. عملتوا تجربه روائيه قصيره مثلا على الموضوع ده؟ اللي هو الفيلم اللي هو المش شمال. المش شمال ده لسه نازل اول امبارح. مده الفيلم قد ايه؟ 5 دقايق تقريبا. 5 دقايق. 5 دقايق. انتوا الثلاثه بس بتمثلوا ولا فيك معاكم مجموعه اكيد؟ لا يعني كان معانا، مش كنت انا اللي فيه. ما كنتش فيه. معانا مفيش مشكله خلاص، هتمثلي بعد كده افلام ثانيه جايه. افلام جايه كتير. معانا كان رفاعي وبنتين خلود وزوزو. انتوا عاملين فرقه، يعني توزيع الادوار. طب مين المخرج مثلا؟ بص الموضوع مش ماشيين مع بعض، مش بروفيشنال قوي، مش موضوع اللي هو المخرج بيقول كلمه وخلاص. بنرشح مع بعض الادوار، بنكتب مع بعض. أيوة. عاملين ورشه مثلا لو حد مثلا مصور فاحنا بنخرج، فعشان ما نظهرش ان احنا مركزين على التمثيل بس. فمثلا نكتب اسم صاحبنا مثلا، بس احنا بنساعده في الاخراج يعني. طب انتوا اتكلمتوا ان انتوا بتمثلوا، انتوا درستوا تمثيل، دخلتوا ورش؟ بدأنا ورش. كان في انا ما بداتش ورشه خالص. انت دخلتي كهوايه؟ كهوايه، وكانت الاول في المدرسه. طب عمر؟ برضو كانت هوايه عاديه، بعد كده بدأنا بقى ورش عشان نشتغل شغل احترافي شويه. ورش كانت بتمثلوا فيها ودخلتوا مع ناس معروفين يعني في الورش ديت؟ هو كان في مخرج اسمه طارق السباعي، وبعد كده مخرج كبير علي بدرخان. اتعاملت مع الاستاذ علي بدرخان واشتغلت معاه، او يعني اتدربت معاه؟ ده كانت ورشه، كان هو ورشه يعني. طب جميل طبعا. ما خدتش فيها دي. طب حلو. فاتك يا عمر مانجا. هو بيحب المانجا. فيلم تاني عملتوه مثلا كان ليه برضو فيلم اسمه سيجار. سيجاره. ده كان فيلم، ده فيلم حلو يعني. فيلم فكرته ايه؟ هو بيتكلم عن اصحاب السوق اللي يجوا مثلا يقول لك يخلوك تعمل حاجه زيهم، وبعد كده تلاقيهم هم بطلوها وانت لسه فيها. اصحاب السوق يا عمر. مش عارف ليه. ده هو اللي اصحاب السوق في الفيلم. ايوه. شاركت فيه؟ شاركت فيه؟ انا وهو. انتوا الاثنين كان معاكم برضو ناس ثانيه؟ بيتكلم تحديدا عن فكره اصدقاء السوق، يخلوك تعمل حاجه وبعدين تبطلها. مثلا كان بيتكلم عن السجاير، انا ازاي وصلت له ان السجاير حلوه
وانها بتغنيه عن حاجات تانية، مشاكل همومه بينساها. جيرمين كانت معاكم؟ لا 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 دي الحكايه. هي ده تاني فيلم. ده كان واضح إن شباب بس. الافلام كلها اللي انا بجيبها انت شباب بس. كان شباب كان بس. في مشكله ان احنا ما حدش فينا بيشرب سجاير، وانا بشرب، المفروض ان انا اللي هطلع لا بس حلوه دي. وازاي انا بقى ده هقنعه؟ صعب جدا، ده حاجه تبقى غلسه جدا، لان يطلع الممثل اللي شكله كده سوري في الكلمه بينفخ السجاير، ما وحصلت لا انا حصلت. ما نفختش خالص، يعني انا يعني الموضوع كده بقول لهم يلا نخلص تصوير بسرعه عشان انا بكره ريحه التدخين. ففعلا خلصنا بسرعه، كان ساعه ونص خلصنا. طب عملت ايه يا عمر في المشكله دي؟ انا بقى اللي اقنعته ازاي يشرب سجاير. ايوه. عرفت تقنعني؟ لكن انتوا عندكم الافلام كلها هادفه، يعني افلام كلها وشط خيانه، يعني كلمونا عن ده. شط الخيانه كانت فكرته عن برضك عن الصديق السوء، يعني مثلا واحد مركزين قوي في صاحبي النقطه دي، واضح ان في عشره سوء جامده جدا. واحنا خدنا بس حاجه اللي هو ايه، مثلا لو حد كان معاك عيش وملح، مش شرط ان هو عشان صاحبه عيش ملح، ممكن عشان جعان. لا مش حكايه جعان، ممكن يكون انت هو عامل قدامك ان هو بيحبك بس هو مش بيحبك. تمام. هو بيخدعك. تمام. على فكره هو الطرح ده اللي انت طرحته دلوقتي انا عاجبني جدا. فكره العشره، وان هي ممكن مش موضوع كلمه اللي بتتقال عند المصريين كتير العيش وملح، زي ما انت قلت هي فعلا مش هزار، ممكن يكون جعان او ممكن يكون جه الموضوع صدفه، الموضوع مش عيش وملح، الموضوع فعلا ان قيمه الصداقه او قيمه العلاقه الانسانيه دلوقتي بدات تقل. انتوا حاسين بده؟ وان ناس كتير مثلا بتخون بعض، مش شرط خيانه بالمعنى المفهوم الكبير قوي، يعني ممكن تتكلم على بعض من ورا بعض، ممكن مش عاملين قيمه للعلاقه الانسانيه قوي. انتوا اتكلمتوا عن ده في الفيلم؟ لا هو احنا هدفنا كان هدف واحد بس، ان احنا نعمل هو احنا اتكلمنا عليه بس بحاجه بسيطه، ان البنت ما بنحبش نطول في الفيلم قوي. البنت مثلا هي بتبقوا ليكوا رساله معينه فبتحبوا ان انتوا البنت إيه؟ تبسطوها. البنت هي اللي تيجي مثلا، هي اللي كانت الاول الواد مخدوع فيها وكانت بتضحك عليه، لا رجعت قالت له على كل حاجه صاحبك ان هو عمل كذا كذا وكان بيخدعك والكلام ده. متهيألي بقى يا جيرمين انت كنت في الفيلم ده. لا انا كنت في الفيلم. لا بقول لك ايه بقى، انا كده الموضوع خلص الفقره، لان كده امال انت لا بتقولي خلاص بعض- يا جميل، قولي لنا ايه اللي انت شاركتي فيه. انا بالظبط، ده عملت الأسهل. أكتر. انا شاركت اكتر في مسرحيات. اول اصلا اللي حببني في الفن والتمثيل مسرح. عموما كان طبعا ابو الفنون. المخرج اشرف الشرقاوي. حببني في التمثيل جدا، انا اصلا برسم فكنت داخلاه كرسمي في الديكور بس. جميل. لقيت اصحابي بيمثلوا كانوا شكلهم حلو جدا على المسرح نفسه تقف من فوق كده تحس ان انت شخص تاني. ده حقيقي. فقررت ان انا هبتدي معاهم حتى لو ادوار صغيره، كان عندي امل ان انا يوم ويوم هكبر ان شاء الله. بعد كده عمر كلمني في فيلم عاملينه من فتره كبيره اسمه مقلب فالنتين، بس لسه مش نازل. واو، هتنزلوها اكيد على الفالنتين. ان شاء الله. سنتين ولسه ما نزلش لحد دلوقتي يعني. ما كل فالنتين بيتقال يعني كل كل فالنتين يروح علينا شغال بقى انت ما هو ملوش موسم. اللي انتوا بتعملوها ولا عشان ايه سبب؟ احنا في حاجه بنعملها، احنا بنصور افلام كتير قوي وننزل بقى كل فتره. طيب وعملنا فيلم الساعه واحدة. وعملنا طب مضمون الساعه واحدة كان ايه؟ يعني على ساعه واحده؟ لا هو كان الساعه واحدة نفسها كان عمر بيشوف بنت واقفه له وبتسيبه في اللحظه دي، بتسيبه الساعه واحدة. يعني بيرتبط ده بقى وبيسيبها الساعه كان واحدة. هدفه عن شرب الخمر، بيبوظ وعي بينسي البني كتير آدم. بقى ومش عارف هو بيعمل ايه. ما فكرتوش مثلا ان انتوا تعملوا حدوته، ممكن تكون حدوته رومانسيه او حدوته عاديه، مش قصدي اقول ان انتوا مش لازم كل حاجه تبقى هادفه، جميل جدا ان الاعلام او الفنون تبقى هادفه ويبقى ليها رساله، ده هو ده الحياه وده اصل الفن دايما يعني. الرساله الجميله والهادفه، انما احيانا مثلا ممكن تيجي في دماغك فكره حلوه، حدوته ممتعه، فكره رومانسيه. هو انا عملت حاجه زي كده، كان اسمه جيفو. كنت انا وبرضه واحد صاحبي اسمه محمد رفاعي، ده كان بيتكلم بين الارتباطات اللي بتحصل ازاي مثلا اتنين هيفترقوا، عكس هنا بيحصل ايه، بيرتاحوا لبعض. لا انا جايب ان هم بيتفاهموا ازاي بيسيبوا بعض اكيد مش هتنفع هنا ويتمنوا الخير لبعض. هو فكره حلوه قوي، فكره انك انت ازاي تنفصل باحترام أيوة. وتظلوا اصدقاء حتى على مستوى لما تتجوزوا او على مستوى لما يكون في ارتباط قبل الجواز او على اي مستوى، ان احنا ازاي نسيب بعض من غير ما نجرح بعض. احنا الحمد لله الموضوع ده مش موجود عندنا في مصر خالص. الحمد لله، واتلغى خالص، مش موجود نهائي يعني. احنا لازم نخش نجرح في بعض ازاي؟ مين اللي يبقى شفتي لما مش احنا عارفه عندنا ايه بنتفاهم برضه، بس بنتفاهم على نسبه، يعني النسبه بتاعت التجريح تبقى عامله ازاي، يعني بلاش بس اللي هو كلام زياده مش عارف ايه. لكن بقى طب ايه الحدوته كانت عامله ازاي؟ يعني احكي لنا. هو مثلا كان هو جافو اسم في علم النفس، بيتكلم مثلا اتنين مرتبطين عادي وشخصين ما يعرفوش بعض، ففي حلم بيحلم بالبنت دي والتاني اللي ما يعرفش صاحبه بيحلم بالبنت التانية، فازاي بقى لما يشوفوهم في الحقيقة هيعملوا ايه؟ حلوه دي. طبعا. لذيذه. طب عمر مانجا، انت كانت دراستك ايه؟ يعني غير التمثيل والكلام ده كانت الدراسه غير المانجا إيه؟ طبعا.
انا مش حابب دراستي خالص، انا هدفي واحد هو التمثيل. ايوه، كان دراستك ايه اللي انت ما تجارة. كنتش حاببها؟ تجاره. خلاص. يعني ايه؟ انا من زمان يعني من زمان نفسي امثل، ونفسي ابقى، وان شاء الله متفائل ان انا هبقى ممثل كبير ان شاء الله، شاء الله بإذن رقم الله. واحد في مصر انا والناس دي باذن الله. بإذن ودايما الله. اقول لهم تفائلوا خير. اتفقنا. يعني جميل قوي والله الروح دي، طبعاً. والله جميله جدا. هو ده وعجبني جيل جدا الشباب. كلام جيرمين، بجد عجبني جدا كلام جيرمين. هي بتقول انا نفسي مسرح، ولما اقف على المسرح احس ان انا شخص تاني، ونفسي ان انا حتى لو ادوار صغيره بس هكبر بعد كده. انت عايز تقول حاجه؟ لا. شكلك الكلام ده عايز تقول فيه حاجه. مش الكلام ده صح، مش الكلام ده احنا عملنا برضو مانجا، عمل حاجه للتفاؤل، كان اسمها لحظه يأس. للتفاؤل اسمها لحظه يأس. اللي هو حاجه ايجابيه يعني عن اللي هو التفاؤل. طب جميل. انا دايما بكلم الناس عن التفاؤل، لان الاحباط دلوقتي بقى موجود. يعني عايز اقول للناس تخرج يعني الناس من النمط ده. يعني برافو الاحباط عليك. حلو ده والله. هتستفاد ايه لما والله جميل. تحبط ولا تبقى قاعد محبط؟ لا انت طب ايه الحل؟ ما انا بتعب، ما انا انسان. يعني انت هقاوم ازاي الاحباط؟ ايه رايك؟ اقاومه ازاي؟ فكره عامه غير الفيلم يعني. غير الفيلم. يعني ممكن اشوف حاجات جديده اعملها يعني. كويس، تغيير. يعني الدنيا كلها يعني صغيره، يعني تستاهلش مفيش قصدك وقت ان الموضوع. انت تحبط يعني. يعني تشتغل وحاول يعني تجتهد، كل اللي حاول انت- تجتهد اكتر. وانك انت فعلا تسعى لتغيير مكان، تغيير ظروف، تغيير واقع بيحصل حواليك. أيوة. تخرج بره دايره الاحباط. تغيير دراسه زي ما انت عملت، يعني انت اوريدي دراستك تجاره، انت اتجهت للفن ودرست فن، يعني انت دخلت ورش وتعلمت وابتديت ان انت تمارس ده. بالظبط. فان انت تشوف اللي انت حاجه اللي انت بتحبها عشان تقدر ان انت تبقى ومش شرط مميز تمثيل فيها. بس، يعني مثلا حد عايز يبقى دكتور، حد عايز يبقى مهندس، لا بس حد الدكتور عايز لازم دراسه. لا احنا كده بقى مش عايزين نشجع الناس على الصح. الدكتور لازم هيدرس ولا انت لا، ناوي مش زي فكرة الدراسه، بتكلم في حته زي التفاؤل. الصيدلي اللي يعني مثلا فلان مثلا عايز يبقى دكتور، يجتهد في دراسته عشان يوصل لده. بتكلم في حته وبيتكلم في الاجتهاد عامه. يحب الحاجه اللي هو حاببها يشتغل بيها. يعني الحاجه اللي انت مثلا عايز تبقى تنمي بقى موهبتك والكلام ده عشان تشتغل تتكلم بالحاجه اللي فيها. بتحبها. لكن يا اخي في مثل كده صيني غريب جدا، ان انت بتقول ان الواحد لازم الواحد لازم يحب يعني الواحد لازم يشتغل الحاجه اللي بيحبها. ده حقيقي. في مثل يقول لك اذا كنت يعني مش قادر تشتغل اللي بتحبه وحب اللي بتشتغله. الكلام ده هو ما فيش هنا. مش هيك يعني. بيقول لك اذا كنت مش قادره يعني تشتغل اللي بتحبيه، حبي اللي بتشتغليه. ينفع؟ تاني كده. طبعا انت لسه الموضوع يعني لو اشتغلتي حاجه ما بتحبيهاش حاولي انك تتقبليها وتحبيها. لا هيبقى صعب صعب جدا. مش كده؟ الكلام مش ده هتبقى مش هتبدع فيها. بس تبدأ عايزه فيها. ارجع تاني للافلام القصيره. احنا عارفين ان الافلام القصيره مفهومه انها بتوصل مسج سريع. رايكم ايه في الوقت اللي احنا فيه؟ انا شايفه ان احنا بقالنا كذا سنه بعد الثوره بالذات الافلام القصيره لقت نجاح كبير قوي، ولقت اقبال من مش بس من جيل الشباب، لا اجيال كبيره قالت يمكن الافلام الروائيه الطويله ما بتجيبش نتيجه، فنشوف الافلام القصيره اللي قائم عليها شباب زيكم بتجيب نتيجه. رايكم ايه؟ واهلكم وانتوا بتعملوا الافلام دي رايهم ايه برضه؟ هو والله يعني ربنا يخلي والدي ووالدتي كانوا مشجعيني في الموضوع ده. ربنا يخليهم. وغير كده الافلام القصيره يعني الناس بدات تبقى الاقبال عليها شويه، يعني مثلا ده كتير، ده عايزه اقول لك سواء كمان في مهرجانات الصعيد بيطلبوا ده، من الأفلام المهرجانات اللي الكبيرة. بتتقدم. في ناس بتمل. بتمل من الافلام لان الافلام الكبيره دلوقتي بقت ممله دلوقتي يعني. مش كل الافلام، بس في افلام بقت ممله، فالناس بتفتح اليوتيوب. هو ما الناس بقاش في عايزه افلام بس يا عمر للاسف. يعني لما بيحصل يعني في ناس دلوقتي بتفتح اليوتيوب عايزه تتفرج، عايزه 5 دقايق 10 دقايق ربع عايزه ساعه. تشوف الحاجات دي. جميل. اهلك في البيت كانوا مشجعينك على الموضوع لا ده، موضوع كان في التمثيل؟ الاول رافضين جدا، وكنت كل ما اروح المدرسه يروحوا كانوا ورايا. رافضين جدا في الاول. كانوا رافضين، ومامتي تقول لي لا دراستك انت عايزه تخشي هندسه وي وي وي. بينت لهم ان انا عملت اللي انا عايزاه، وفي الاخر دخلت هندسه برضه. برافو. يعني انت أنا- حاليا في هندسه؟ انا لسه في اعدادي اول طب سنه. جميل جميل. يعني درست واجتهدت جدا في المذاكره. طلعت الاولى في اولى ثانوي، كنت الاولى على محافظه الجيزه. ما شاء برافو الله. عليكي. تمام. ده عملت اللي انا بحبه كتمثيل كرسم كمقالب في الناس بقى انت واضح ان انت واضح ان انت بتحب المقالب قوي يعني. جدا. اذيتي الناس، عندك هوايه. مش قوي يعني. بمناسبه المقلب، هي عملت فيلم مقلب فيا في جوه الفيلم بتاع خليج التجاره. هي عملت وصورتوها معايا. يعني انتوا كنتوا قاصدينها ولا جت بالصدفه كده؟ لا هي في الفيلم، هو جوه الفيلم نفسه مقلب. مقلب. في الفيلم ده بيتكلم عن الشباب اللي عايزه تسافر بره بسبب انها مش لاقيه شغل هنا. فهي المفروض خطيبتي في الفيلم، وانا عايز اسيبها واسافر. فهي عشان بتحبني قوي فعملت فيا وكانت ايديها مقلب ان طويله انا ما جدا. اسافرش. كنت بضرب اي حد يقابلني. ايه المقلب بقى؟ نعرف المقلب. احنا المقلب عندنا ده فيلم يا معلش. باشا. نصبت عليه. اتنصب عليا هي هي اللي وصلاح. نصبت عليك. وعملت ان انا خطبت واحد صاحبه
عشان تسيري غيرته يعني، فيقعد مثلا هنا ما يسافرش. او ان احنا لا ننصب عليه في الفلوس خلاص مش هيعرف يسافر، فبنأكد له في الاخر ان احنا بنحبه ومش عايزينه نسافر. واقتنع؟ ايه؟ اقتنع؟ اقتنع يعني بس زعل في الاول شويه. بص هو بس انا عندي في دماغي الاقتناع كان في الفيلم، هو لو بره هو مش وجات له اقتنع، سفر هو- هيسافر على طول. هو كان مجبر ان هو يقتنع، لان اتنصب عليه في الفلوس وكل حاجه، يعني كل حاجه اتقفلت في وشه، فخلاص هو قال لك انا مش هسافر. بس تعرفي فكره حلوه جدا ان الناس لا، بتحب بس- واحد ومش عايزاه يسافر ومتمسكه بيه قوي، فبيقعدوا يا عيني يعني يسرقوا في الفلوس، يشتغلوا. بس جيرمين قالت حاجه ضايقتني جدا، معلش بدون قطع كلامك. لا، قول. هم ليه يا عمر مانجا لو جات لك فرصه سفر بره هتسافر وتسيب مصر؟ بصراحه في الفيلم ولا بره؟ لا بره الفيلم، ما انت عشان لازم هي مفيش قالت حاجه لو هو اسمها في جات لك الفيلم او دلوقتي بره. بالظبط. ما انت يا لا، عمر انت بتنقل الواقع لازم انت عايش تمثل فيه من جيل الشباب. لازم تمثل حاجه انت مقتنع بيها. على بالظبط. فكره انا ما بحبش السفر عامة، يعني أنا بحب بلدي جدا وبحب أهلي وبحب أكون وسط الناس هنا في مصر. جميل. لأن اللي بيسافر بره بيتعب، بيخسر كل حاجة عامة. وكفايه الغربه يعني. كفاية مثلا حنان الأهل في البيت، ده كفاية يعني. طبعا ده حقيقي. أسافر ليه وأسيب كل ده؟ بس كويس على نماذج الاقل فعلاً. انت ده انت هنا هتحس بالامان ده حقيقي. ده وسط حقيقي. ناسك واهلك. طبعا ولو- الكلام ده كله هيتبخر لو في مثلا دولارات كتيره ظهرت مره واحده، يعني يكون مثلا سفر سنه سنتين ونرجع تاني. يعني ممكن انتوا بتبيعوا في لحظه. لا، ما ينفعش كده. ومنظر الباكو كده هو فيه بيبقى برضه لا ولا بيغير يفرق شويه. معانا. لا 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 الفلوس ما مفيش تجيش الكلام ده جنب خالص. لا الفلوس ما تجيش جنب الحنان وجنب الصداقة والقعدة الحلوة. ده الكلام والله الحلو يا وده عمر الكلام يا الجميل. مانجا، انا فعلا رايي من رايك. والله جميل. فعلا ده يعني مثلا الفلوس ما تجيش حاجه جنب الحنان والصداقه والكلام ده، ايه رايك؟ كل ده بس انا مش حاسه بالامان في بلدي، مش من ناحيه حاجه بس من ناحيه ان البنت بقت منتقده جدا في البلد. موضوع تاني. لا بس في عايزه اقول لك حاجة دلوقتي معاك. بقت البنت واخده حقها، لا مش قوي، انا والامان بقيت عايزه امشي في اقول لك الشارع ابتدى خايفه. يرجع تاني. بيرجع بس المشكله في الشباب. هي بتتكلم على امان نفسي، مش امان اه. بس ان هو حد يتعرض لها او كده، احساسها ان هي ما حدش بيبص لها حتى بطريقه معينه، ما حدش بياخد عنها انطباع خلاص عشان البنت معين. مش محجبه، البنت دي مش بالظبط، كويسه، ما هو ده برضه امان نفسي، وبيطلعوا بس دي قصص. ثقافه يا جرمين، دي ملهاش علاقه بقى لا بحكومه تيجي ولا بالظبط. بحد. لا يعني انا دي ماليش دعوه بحكومه. لا مش قصدي، يعني دي ملهاش علاقه، يعني ده موال كبير قوي. هي عايز الثقافه عشرات بقت السنين في الشعب، معظم الشباب هو عايز كده عشان يتغير. ونوعيه طب الافلام اللي وانتوا دوركوا ايه بتتقدم. بقى في الافلام اللي انتوا بتقدموها عن القضيه ديت اللي هي جيرمين فعلا اثارتها؟ احنا بنحاول يعني، بس الناس تسمع تشوف يبقى تشيل الحاجات الوحشه اللي هي بتعملها، يعني يبقى في اخلاق شويه. طب كلمونا عن رد فعل جيل الشباب يعني اللي زيكم. بيقولوا لكم ايه على المواضيع اللي انتوا بتطرحوها؟ بيقولوا لكم ايه على اللي انتوا بتقدموه كشكل في الافلام القصيره، كشكل الصوره نفسها، كشكل التمثيل ورايهم؟ مخرجين أكيد ليكم- شباب، ممثلين بالظبط، شباب. اكيد ليكوا اصدقاء او ليكوا كومنتس على الموضوع ده. الناس دلوقتي يعني في رأيهم فينا ان احنا دايما بنعمل حاجات جديدة، حتى الاماكن يعني احنا ما بنصورش في مكان صورنا فيه قبل كده، يعني احنا متجولين. يعني بتنزلوا تصوروا في محافظات وفي اماكن جديده ولا بس لا، في منحصرين على محافظات. القاهره؟ ليه بقى احنا بنعمل حاجة كمان، ان احنا نوري الناس بلدنا في أماكن ناس حلوة. بره مصر بتتفرج علينا، بس المغرب فيبقى- وتونس والجزائر، دول بيتفرجوا علينا، ومش ناس قليلة، لا ناس يعني كويسين. ليكوا صدى كبير يعني. دخلتوا إحنا بنوريهم مهرجانات بلدنا. بالحاجات؟ هو في دخلتوا مهرجان داخلين مهرجان في الاوبرا في شهر 6. في مهرجان كان للافلام القصيره. ما فيش قبل كده ما دخلتوش حاجه؟ مهرجانات مسرح. 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 نرجع أفاق للمسرح، والعربي. كنت لسه عايز ارجع للمسرح تاني. غير المسرحيه اللي انتوا اتكلمتوا عليها، ايه المسرحيه التانيه اللي عملتوها مع بعض؟ عملنا حكايه جحا، وكان في حكايه جحا اللي هو النص العادي ولا عليه لا، تعديل لا. ولا لا، تعديل. تعديل ده عليه موضوع تعديل. تاني خالص. هو انا عمر مثلا عملت الف ليله وليله من الزمن ده مع مخرج اسمه لاي عبد السميع. وكانت حكايه جحا مع احمد ماهر اتعرض فين؟ في في افاق. الافاق. وكان في الساعه 25 كان في مهرجان عربي. و طب الساعه 25 انت رابط على الساعه 25 اللي هي مش بتيجي خالص. او عملناها فيلم يعني. عملناها مسرحية ده غير الساعة ما 1. اشتركتش في المسرحية، اشتركت في في الفيلم. في الفيلم. ايه فكره الساعه 25 بقى؟ هو اليوم عادي بتاعنا 24 ساعه، طبعا. لكن الساعه 25 دي الفتره ما بين لحظه الانسان بيفارق الحياه ولحظه الايام العاديه. فهو بيتكلم عن الحسنه اللي الانسان بيعملها، حسنه واحده هي اللي بتغير كل ده. هو بيشوف شريط حياته قبل ما يموت، ايه معاملته لاهله كانت عامله ازاي، البنات اللي كان بيضحك عليها، وحسنه واحده بقى اللي بتيجي في الاخر دي هي اللي هي اللي هي اللي بتنجحه يعني، وبتبقى هي دي ال 25 بتاعتك. الفيلم ده فيه فانتازيا شوية. خيال شويه كده، مش كله واقعي يعني. طب
عايزه ارجع معاكم للافلام الروائيه الطويله، واحنا زي ما انتم بتقولوا ما فيش شكل ليها او ملمح مضمون او موضوع. طب انتوا ما بتفكروش تشاركوا في ده؟ ما بتفكروش ان انتوا تسعوا ان انتوا تروحوا مكاتب كاستنج مثلا، مكاتب مخرجين، مكاتب شركات انتاج، تعرضوا نفسكم، بالذات ان انتوا عملتوا اعمال كتيره، يعني انتوا عملتوا فوق كام فيلم عاملينه فيلم قصير؟ احنا رحنا تمام، بس معظم مكاتب ايه اللي حصل يا عمر؟ في اصلك بتقول احنا رحنا كده بطريقه اللي هو ما فيش امل تاني. احنا رحنا. شفت احنا رحنا دي؟ شفتها. اللي حصل يا ابني؟ والمعظم التاني منظر. رحنا يقول لك طيب ماشي حبيبي سيب رقمك وهنكلمك. رحنا تاني يقول لك معلش يدفع مبلغ كذا وهندخلك. هو الكاستنج دلوقتي بقى دعايه للمسلسل اكتر منه يعني محاوله البحث عن وجوه جديده، وحتى ما بيتعملش دلوقتي، هو بيتعمل على التليفون. يعني هو الكاستنج بيتعمل على التليفون وبيتفاجئ ان العمل دخل. هم اصلا مختارين الادوار. بالظبط، طبعا على كاستنج ليه؟ بس هم عاملينها منظر فراغ يعني. بس انتوا اللي هتعملوا الكلام ده بنفسكم على فكره. ما احنا عملنا كده بقى، بدانا. يعني انتوا اللي بامكانكم ان انتوا تغيروا الكلام ده، وبامكانكم ان انتوا تخلوا الناس تدور عليكم، مش ان انتوا تروحوا تعرضوا نفسكم او تقولوا ان احنا عايزين نمثل او نخرج او نالف. والحمد لله بقى لينا جمهور بيستنى افلام، وفي بيجات بتشير الكلام ده، وبقى يعني الحمد لله ناس بدأت. الموضوع بيتاخد واحده واحده، وانا دايما بقول لعمر احنا ان شاء الله لما نوصل اي حد هيجي لنا هنساعده ان شاء الله، دي في نيتنا باذن الله. واحنا ان شاء الله متفائلين ان احنا هنوصل وهنكون في مكانه كبيره ان شاء الله. والفن هيتغير باذن الله وهيبقى كله هادف وهيوصل. الفن هيتغير يا عمر منجي على ايديكم فعلا بجد. انا ده اللي بتمناه وده اللي انا شايفاه في عيونكم فعلا. شايفه ان انتوا نظره التفاؤل الامل اللي عندكم والاصرار اللي عندكم ده افضلوا مستمرين فيه وافضلوا اسعوا ليه وهتلاقوه فعلا بيجيب نتيجه. بشكرك يا جرمين، بشكرك يا عمر، بشكرك يا عمر منجي ان انتوا كنتوا منورينا النهارده في الليله. بشكرك يا عمر. ميرسي يا مريان، ميرسي ليكم كلكم، نورتونا، واكيد هنتقابل تاني ان شاء الله في الليله. طيب كانت حلقه حلوه، حلقه جميله، شباب حلو، شباب عنده يعني اصرار وعنده رغبه في ان هو يغير وعنده مفاهيم جديده وعنده ثقافه، لكن محتاج الفرصه. اكيد يمكن احنا بنقعد نتكلم وبرامج كتير قوي بتتكلم على حلقات معينه ان ليه السينما بقى شكلها عامل كده وليه الانتاج بقى عامل كده. طيب اذا كان الشباب ده موجود والناس دي موجوده، طب ما ندي فرص سواء على مستوى التمثيل، على مستوى الاخراج، على مستوى التاليف. ليه ما نشوفش الناس دي وندور عليها؟ ليه الدوله ما تتدخلش وتعمل مسابقات وتعمل مهرجانات وهي في امكانيات ماديه ما شاء الله كبيره جدا، وندور على الشباب دي ونرتقي شويه بالذوق العام للمستهلك ونرتقي شويه بذوقنا ويبقى في سينما ويبقى في فن بجد. ويا ريت نشوف سينما كمان للافلام القصيره، نشجع الشباب دولت عشان خاطر ان هم يسعوا فعلا بجد ان هم يقدموا الجديد ونشوفهم في اعمال بقى روائيه. ان شاء الله. ميرسي ليكم، نشوفكم ان شاء الله في حلقه ثانيه وتصبحوا على خير.